عمرك سولتي راسك كيفاش الابطال ديال العصر الذهبي كان صدرهم مطبوع بهذوك الخطوط والتقسيمات العميقه؟ الله يعطيك الصحه، الله يعطيك الصحه. بزاف ديال الدراري كيحسب بهم بلي السر كاين غير في الاوزان ولا بحال شي طرق اصطناعيه بحال مدرات البول باش ينشف الجسم، لكن ارنولد كيوضح لك في الكتاب ديالو بلي كاينه واحد الطريقه اخرى. كيقول لك بلي هذا التنشيف الاصطناعي ما كيعطيش النتيجه بحال التدريب القاسي. ارنولد كيعترف، وبالخصوص في الايام الثقيله كان كيدخل حصص مكثفه ديال البوزينغ والفليكسينغ وسط التمرين. هذه هي الطريقه الفعاله اللي كتخرج داك البيكتورال ستريشنز. لكن باش تحكم في العضلات ديال الصدر ديالك خاصك تفهم بلي كل بوز عنده قواعد تكتيكيه صارمه، وغادي نشوفوها من بعد في الشابتر ديالها. البوز الاول هو الفرونت دبل بايسبس. كيقول لك ارنولد هنا بلي خاصك تدفع شويه كتافك للقدام فاش كتعصرهم. هاد الحركه هي اللي كتخلق داك الخط الانسيابي الممتد من هاد العظمه ديال الترقوه لعضلات الكتف. البوزينغ الثاني هو سايد تشيست شو، استعراض الجانبي للصدر. كيحتاج تكنيك عكسي، خاصك تهبط كتفك لتحت وكتهز صدرك لفوق باش يبان عالي ومن فوق ومضغوط لاقصى حد. باقي الوضعيات خاصك تدرب على الموست ماسكولار والفرونت لاتشو بشكل منفصل، حيتاش كيقولك بانه الصدر ديالك كيبان بطريقه مغايره في كل وحده فيهم. ارنولد كينصحك موضوعيا الفليكسينغ او ما يسمى بعصر الصدر، وانت كتدرب فيه هو اقصى تعريف للصدر ديالك. والساعات الطويله ديال التدريب على البوزينغ هي الطريقه الوحيده اللي كتعطيك التحكم المطلق في الجسم ديالك باش كتوقف قدام الناس او لا في ستيج. يعني من اليوم المرايه في لاصال ما بقاتش غير باش تشوف فيها وجهك لانك عرفتيه، وانما خاصك تشوف التطور ديالك وكيفاش كتبوزي.